تعالى أقولك إزاي تقلب الترابيزة على شخص رفضك وخليك انت اللي تبقى رفضته، وهقولك إزاي ترجع كرامتك تاني لما شخص يرفضك أو يقولك إنه مش مستعد دلوقتي للجواز. هترد عليه رد عام وكأن الكلام ده مش موجه ليك، كأنه صديق بيشكيلك همه في العموم، وهتبعد عن فكرة ان انت الشخص اللي هو بيتكلم عليه واللي مرتبط بيه ومستنيه يتجوزك. يعني هتنصحه كصديق، هتقوله مش مشكلة، كلنا مش مستعدين. لما تحب حد وتحس ان انت مستعد ساعتها تتجوز، بس اوعى تتجوز وانت مش مستعد، انت كده هتعيش تعيس طول حياتك. اوعى تحسسه انك انت اللي طالب منه ده وهو رفضه، حتى لو كان في كلام قبلها بيدل على ان انت الكلام ده ليك. هتغير مجرى الحوار بطريقة ذكية. يعني مثلا لو كنتي انتي قايله قبلها انت هتتقدم لي امتى، وقالك والله انا مش مستعد دلوقتي خالص وفي ظروف دلوقتي، ما ترديش وقتها خالص على المسج، واستني كام يوم وارجعي انصحيه. قوليله عندك حق، كلنا مش مستعدين لخطوة زي دي فعلا. لما تكون مستعد وحاسس كده ان انت عايز تتجوز حد، ممكن ساعتها الواحد كده بيبقى مقبل على الموضوع، وابدأي ان انت ارتجلي بقى وتكلمي عن الجواز بشكل عام، وكأنه مش بيتكلم عليكي، كأنك نسيتي الموضوع كان عن ايه اصلا. سافرتي اسبوع ورجعتي، هيقولك احب حد ايه؟ ما انا بحبك انتي نسيتي ولا ايه؟ قوليله بتحبيني انا، احنا صحاب يا ابني، انت هتدخل الموضوع في الجد ولا ايه؟ هيقولك صحاب ايه؟ امال احنا كنا بنتفق على ايه الفتره اللي فاتت؟ قوليله اكيد انت هتقول عليا دلوقتي ان انا توكسيك وان انا بتسلى، بس لا خالص، هو كل الموضوع ان انا يعني مش حابه ان انا ادخل في حوار جد كده. انت يعني خضتني من ان انت دخلت الحوار في الجد قوي كده. يعني ساعات بتطق في دماغي حاجات كده مره واحده، بس برجع احس ان هي لا، هي خطوه كبيره ولازم ابقى مستعده ليها كده ونقطه. من اول هنا هيحاول يرجعك تاني تبقي الشخص اللي هو مرتبط بيه، وهيحاول يصلح العلاقة ويجري وراكي، وانتي هتفضلي مخلياه في زون الصاحب لحد ما تخرجيه من حياتك خالص. اوعي ترجعيه تاني الزون بتاعة الارتباط. وطبعا مش محتاجة اقولك انك لازم بعدها تبعدي عنه، عشان احنا اتفقنا ان احنا بنبعد عن اي علاقة ملهاش مسمى. واوعي تعملي بلوك، لان البلوك هيحسس الشخص ده ان في مشكلة، وهيخليه يعرف ان هو رفضك وان انتي متضايقة. لكن اللي انا قلته ده هيوضح ان انتي اللي رفضتيه، وانتي اللي مش